السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في كويزين مريم. اليوم غنعدل معكم الصابلي كاول تجربه. قلت ضروري نشاركها معكم باش تعطيوني نصائحكم والراي ديالكم. عندي هنايا واحد ربعه الزبده، كاس سكر كلاصي، كاس الزيت، 3 البيضات، 2 الفاني، قبيصه الملحه. ضربتهم مزيان في الهاشوار ودرتهم في واحد البول. زدت عليهم كاس ديال النشا او المايزينا، وبقيت كنضيف الدقيق الفرص بالتدريج وانا كنجمع بيدي بالصبيعات. العجينه ديال الصابلي ما خاصهاش الدلك، وهنا كنت عملت انا واحد الغلط ودلكتها، وهي ما خصهاش نهائيا تدلك. المهم العجين ديالنا كتكون هكا رطيبه. كنقسموا العجين ديالنا لنصفين لاننا غنديروا جوج ديال الشكل. وحده نجمعوها في واحد البلاستيك نحطوها على جنب، والعجينه اللي عندنا هنايا غنزيدوا لها واحد معلقه صغيره ديال الروح د الحامض مع واحد القشيره د الحامض محكوكه، وواحد شويش ديال الطحين باش نقدروا نجمعوا العجينه ديالنا ما تكونش عندنا جاريه. المهم العجينه نجمعوها مزيان حتى كتكون عندنا رطيبه صافي، ونبقاو نطلقوها على جوج ديال البلاستيكات بحال اللي كتشوفوا معايا. انا ما كنتش عارفه السمك يعني الصحيح ديال الصابلي. الغلط اللي كنت عملته انني خليت العجينه شويه غليظه، وما العجينه الصابلي خاصها تكون رقيقه مزيان. نتوما عارفين هذه اول تجربه لي وانا يلا مبتدئه في الطبخ يعني. اي حاجه شفتوها عطيوني النصائح ديالكم، عطيوني الراي ديالكم، قولوا لي شنو نعمل، قولوا لي شنو هو الاغلاط ديالي. هنايا كنوريكم القطاعات اللي عندي بزاف ديال الشكلات. اختاريت الشكل اللي يكون مربع وشكل يعني يكون على شكل وريقه. المهم العجينه هذه ديال بنكهه الحامض قلت نقطعها بقطاعه هكا على شكل مربع. نعمل وحيدات بحال هكا عاديين، والشكل وهذا هو الفوق ديالها نعملو فيه تقيبه في الوسط. كنتمنى تكونوا فهمتوني، انا نوريكم في الصوره باش تفهموني اكثر. المهم نكمل العجينه كامله ونعملو تقيبه في الوسط بحال اللي كتشوفوا صافي. تنكمل العجينه كامله وندخلها الفران وندوز للعجينه الثانيه. نرشو واحد رشيشه ديال الطحين اولا نعملوها ما بين جوج ديال البلاستيكات، ونطلقوا العجينه ديالنا مزيان. العجين هذه تكون ماشي رقيقه. انا رققتها واحد شويش، كاين اللي فيهم رققته وكاين اللي غلطته. اللي غلطتهم صراحه جاو شويش مزيانين، ولكن اللي رققتهم صراحه ما كانش الشكل ديالهم يعني مناسب. مهم نبداو نقطعوا باي شكل نتوما عندكم. المهم انا كنعطيكم الطريقه ديالي شنو عملت، وكنعطيكم حتى الغلط اللي عملته باش نتوما ما تعملوش بحالي. انا كنهضر مع المبتدئين اللي ما عارفين حتى شي حاجه، ولكن الناس اللي عندهم درايه بهذا المجال يعطيوني نصيحه ويقولوا لي شنو نعمل. المهم نقطعوا العجينه ديالنا كامله حتى نكملوها ونديروها في واحد اللاطه وندخلوها الفران طيب. هنايا احتاجيت واحد شويش ديال الكونفيتور، زدت عليه شويه ديال العسل ورديتهم فوق البوطه حتى رجع معايا هكا معلق. هذا هو المصطلح اللي قدرت نشرح لكم. مهم ندهنوا الوجيه ديال الحلوه الشكل الاولاني بالكونفيتور في الوجه، ونعملوا عندي هنايا واحد شويش ديال الكاوكاو محمر ومهرمش بحال هكا صافي. والاخرى ندير فيها واحد شويش ديال الكونفيتور بحال هكا في الوسط، ونلصقها بالاولى اللي عملناها بحال هذا الشكل هذا صافي حتى نكملوا هذا الشكل كامل. والشكل الثاني قلت نديرو بالشوكولات بحال هكا. نغطسوا الوجه ديالها اولا نقدروا نغطسوها كامله بالشكلاط. انا غطست ليها غير الوجه ديالها هكا بالشكلاط صافي. تنكملوا عاود هذا الشكل كامل ونبداو نزينوه بواحد الخطوط. خديت هنايا واحد البلاستيك ودرت فيه شويه الشوكولات، وبقيت كنعمل بحال هكا خطوط اللي غتزين لي الصابلي بحال هكا حتى كنكمل الكميه كامله. ونزينهم بواحد الحبيبات اللي كيتباعوا عند اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلوى. انا ما عرفتش هاد الحبيبات بالضبط شنو سميتهم، مهم بانوا لي وخديتهم باش نبقى نزين بهم هكا الحلويات. انتما كنتمنى تكونوا عرفتوهم صافي. هنا كنكون وصلت للشكل النهائي. كنتمنى تعطيوني النصائح ديالكم والراي ديالكم كي جاتكم الحلوه ديالي. اي ملاحظه واي غلط قولوه لي. وشكرا الى كنتي
حتى لهنايا بقيتي متبعه معايا الفيديو، ما تنساش تخلي لي جيم، تعليق مزيون، واشترك معايا في القناه الا كنتي باقي ما اشتركتيش. ومرحبا بكم معايا مره تانية في كويزين مريم. بسلامه.